السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض حاجة جميلة جدا من واحنا صغار كلنا. مفيش حد ما كلهاش ومفيش حد ما دقهاش. في ناس بتقول عليها راس العبد، وفي ناس بتقول عليها ايس كريم شتوي، وفي ناس بتقول عليها كوجاك. النهاردة هنعمله في البيت بطريقة سهلة جدا وبمقادير بسيطة جدا، مش هتتخيلوا كمية البساطة اللي هيكون عليها الفيديو بتاع النهاردة. عشان نعمل النهاردة هرمون السعادة بتاعنا النهاردة، والحاجة اللي كلنا وكل كبير وصغير دقها واجمع انها كويسة، الكوجاك. هنعمله مع بعض. اول حاجة هنعوز بياض 4 بيضات. هنجيب بيض معانا وهنفصل البياض عن الصفار اهو بالطريقة دي كده اهو. هناخد البياض لوحده والصفار لوحده. ادي واحد وادي التانية نحاول نفصله على قد ما نقدر يعني. هناخد البياض بتاعنا، بلاش الصفار خالص احنا مش عاوزينه. ادي البياض. هنجيب بولة فاضية وهنحط فيها البياض اللي معانا. بعد كده هنحط عليهم ربع كيلو سكر بما يعادل كوباية ونص لو الكوباية صغيرة، كوباية وربع لو الكوباية كبيرة. وهنحط عليهم رشة فانيليا اهو. واخر حاجة معانا هنحط رشة ملح. ادي رشة الملح بتاعتنا. وهنحاول نقلبهم بمضرب او سباتيولا. اهم حاجة انا مش عاوز الخليط ده ينضرب جامد، يعني انا مش عاوزه يخف قوامه يخف، لا انا عاوزه ادوب السكر في البيض بس على قد ما اقدر اهو. هنقلب كويس. تخيلوا ان دي كل المقادير بتاعتنا للفيديو بتاع النهارده، سهله خالص وبسيطه وحاجه جميله جدا بنشتريها من بره. طبعا مش فكره غاليه ورخيصه، اعملها لاولادك بحب هتطلع معاكي جميله قوي قوي قوي. دلوقتي بقى لو شايفين دلوقتي السكر مش هيدوب معانا قوي. هنعمل ايه؟ هنجيب حاجه فيها ميه سخنه ونحط فيها البوله بتاعتنا ونقلب لحد ما البيض بتاعنا يبدا يتبخر شويه والسكر يدوب معانا عشان البيض يستوي. عشان ولادك يحبوه لازم يكون البيض مستوي. هنبخر البيض ده على ميه سخنه وهنرجع لكم. انا حطيت البوله بتاعتنا في ميه سخنه، البوله اللي تحت دي فيها ميه سخنه. هبدا اقلب واحده واحده لحد ما البيض بتاعنا، بياض البيض بتاعنا يتبخر خالص، في نفس الوقت ما يسخنش ما يستويش علشان لسه هنضربه فيخف معانا لحد ما السكر يدوب بس. دلوقتي دوبنا السكر بنسبة 90% ودرجة حرارة البيض معانا بقت حوالي 30% او 25%. هنبدأ بقى نجيب مضرب كهربائي او عجان، لو عندك عجان هيكون افضل. هنجيب الخليط ده كله ونفضي فيه. ده العجان بتاعنا، هنفضي فيه الخليط اللي معانا كله. وهنشغل على سرعة مرتفعة. شايفين كده؟ ده شكل المارينج بتاعنا بعد مرور يعني حوالي 5 دقايق. بصوا شكله عامل ازاي، بصوا كده قوامه تقيل ازاي، ماسك في المضرب اهو ما بينزلش. ماشي. هنفضي بقى المارينج بتاعنا ده في اي حاجه وهنرجع لكم ثواني. تعالوا بقى ندخل على المرحله اللي قبل الاخيره بالظبط. بصوا كده، ده بسكوت، اي بسكوت، ده اهلاوي لان انا جايبه كده لانه حجمه صغير هيطلع معايا عدد كبير. ممكن تجيب اي بسكوت تاني انت عايزاه. ده بسكوت مدور زي ما انتم شايفين كده اهو. بصوا كده، دي العلبه بيبقى فيها ده كده. ماشي. هنحط البسكوت على ظهرها وهنرصهم جنب بعض بالطريقه دي كده. هنرص كميتنا كلها في ثواني. شايفين كده؟ رصينا البسكوت بتاعنا كله. هنرص الكميه دي دلوقتي. لو فضل معانا مارينج تاني هنعمل تاني. انا معايا بسكوت بزياده وهنشوف الكميه اللي معانا هتعمل قد ايه.
دلوقتي هنجيب ده على جنب ثواني، وهنجيب كيس، ده كيس كريم شانتيه. هنفتح الكيس وهنعبيه المارينج اللي احنا عملناه. هنجيب البسكوت بتاعنا وهنبدا ننزل عليه بالطريقه دي كده. يعني حاولوا تخلوه بقدر الامكان مدور كده اهو. هنرص الكميه بتاعتنا كلها بالطريقه دي كده اهو اهو. انزلوا بيه باتجاه واحد بحيث ان هو يعمل هرم كده، ان لما ياخد مرحله الشوكولاته بتاعته هيدي معانا منظر جميل قوي. هعملهم كلهم وهشوف الكميه اللي معانا المارينج هتجيب بسكوت تاني ولا لا. ده فاضل من الكيس اللي انا كنت معبيه وعملت الكميه دي كلها، وبصراحه عندي مارينج تاني كتير فهنعمل كميه كمان قدها. بصوا معايا كده، بسم الله ما شاء الله. بصوا مطلعه معانا كميه كبيره جدا ماشي، من 4 بيضات. شفتوا مطلعين كميه قد ايه؟ حوالي 56 قطعه. دلوقتي معانا بقى المرحله اللي قبل الاخيره دي، المرحله ديت هنحط البسكوت بتاعنا ده كده في التلاجة لمدة ساعة يشد كويس، علشان لما ننزله في الشوكولاتة يبقى شادد معانا كويس. هنحطه في التلاجة ونرجع له. وهنجيب معانا 200 جرام شوكولاتة مطبخ، أي شوكولاتة خام. أنا عندي شوكولاتة من دي. هنبدأ نكسرها حتت صغيرة. بعد ما كسرنا الشوكولاتة بتاعتنا نعمناها شوية، هنفضيها في بولة اهو، وهنحطها في حمام ميه سخنه لحد ما تسيح معانا خالص، تسيح خالص، تسخن كده. بصوا كده، دي الشوكولاته بتاعتنا اهي، سيحناها على حمام بخار هيطلع معانا اهي. بس دلوقتي الشوكولاته دي خام يعني تقيله جدا. عشان نخفها هندي لكل 100 جرام معلقتين زيت. انا عاوز الشوكولاته بتاعتي خفيفه شويه، يعني دول 200 جرام هنديهم 4 معالق زيت، وهنقلبهم كويس. هنقلب لحد ما الزيت يدوب على الاخر ويبقى هو والشوكولاته حاجه واحده بس. شايفين كده قوام الشوكولاته بتاعنا خف شويه ماشي، علشان ما تبقاش طبقه سميكه جدا على المارينج بتاعنا. دلوقتي فاضل معانا اخر مرحله. تعالوا نشوف هنعمل ايه. هنجيب المارينج بتاعنا من التلاجة ونشوف هنعمل فيه ايه. اخر مرحله معانا هي اسهل مرحله. هنجيب قطعه من المارينج بتاعنا وهنمسكها من تحت كده وهنغطسها في الشوكولاته ونطلعها تاني بس كده. وهنفردها على اي حاجه بحيث انها تصفي معانا، اي حاجه عندنا نقدر نصفيها عليها. واحده تانية بصوا اهو، نصفيها من الشوكولاته ونحطها تتصفى. وهنعمل نفس المرحله دي في الكميه اللي عندنا كلها اهو. شايفين شكلها عامل ازاي؟ بمجرد ما تنشف بس من الشوكولاته خلاص كده بقى معانا حاجه جميله. ادوني دقيقه واحده بس اخلص الكميه اللي معايا ونرجع نشوف شكل الكوجاك بتاعنا بعد ما اتشطب خالص. شايفين كده معايا بسم الله ما شاء الله، شكلها جميله والله، احسن من الجاهز بكتير قوي. وبصراحه كميه كبيره ما شاء الله، يعني كميه كبيره جدا. عملناها من حاجات بسيطه خالص، 4 بيضات، شويه شوكولاته يعني خفيفه، ومعانا فضل معانا شوكولاته كتير، ويعني حاجه بسيطه خالص ما كلفتناش حاجه، عملت معانا كميه بسم الله ما شاء الله. جربوا تعملوها في البيت ان شاء الله هتعجبكم، بطريقه سهله ومش مكلفه، حاجه مضمونه 100%. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، وتشوفوا الفيديوهات اللي فاتت. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. مع السلامه.